السلام عليكم ورحمة الله. كيفكن حبايبي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بعد إن شاء الله رح نعمل مع بعض وصفة المكدوس السوري. مثل ما شايفين مبدئيا أنا عندي 10 كيلو من البتنجان البلدي، هذا المتوفر بالبلد اللي أنا موجودة فيها. لو انتم متوفر عندكم البتنجان الحمصي او الحموي فيكم تشتغلوا فيه، بيبقى ألذ من شغل البتنجان البلدي. طبعا كله نعمة الله، طالما متوفر عنا البتنجان نعمة، فبنشتغلهم كان بلدي ولا حمصي ولا حموي. مثل ما شايفين هلا انا منقيتهم للبتنجانات صغار، يعني صغير او حجم وسط، وشايل السيقان منهم، بنشيل الساق اللي من فوق، بنشيل الساق هلا منهم، وبعدين بدنا نسلقهم. هلا انا بحبهم يكونوا صغار، انتو بقى بدكم كبير صغير، طبعا هذا شيء اختياري. هلا مثل ما شايفين بنجيب طنجره بنعبيها مي عاديه وبنحطها على النار لحتى تغلي، وبعدين بنصير نضيف البتنجان بقلبها. بنتقل عليهم شوي، يعني تتوزع الحرارة على كل البتنجانات، مثل ما هيك نضغطهم بصحن تقيل شوي، وبعدين بنغطي عليهم لحتى يستووا معنا. وعبين ما يستووا معنا بجاط على جنب بنشغل عليه المي، بنشغل عليه المي وبنرجع بنفقد البتنجان تبعنا. يعني مدة السلق ما فيني إلكن لحتى تعسوها هيك. هلا بتاخدوا بتنجانة بتعسوها بقى بإيديكم، إذا انضغطت معكم مثل هيك لجوا معناته البتنجان استوى معنا. وبلش نشيله من الطنجرة على المي الباردة مباشرة. طبعا هذه العملية مشان يبرد معنا بسرعة، ما يخنق، ويعني يكون كله من جوا أبيض. ومثل ما شايفين هلا بصير بشيل القشرة من فوق، بصير بشيل القشرة من فوق، وعلى المصفاي بننزلهم المي الباردة بس مشان يبردوا معنا وما يخنقوا زي ما قلت لكم، يعني يغمقوا ويسودوا من جوا. هاي الحبات الصغيرة ما شاء الله أصغر من إصبع الإيد الصغير، بحبهم أنا هيك. طبعا أنتوا حرين حبايبي، الحجم اللي بتفضلوه بتحبوه أنتوا فيكم تساووا، كبير صغير وسط، يعني طبعا هذا ذوق اختياري. هلا أنا عم بعطيكم طريقة المكدوس السوري، بقى انتوا بتنقوا الحجم اللي بيناسبكم للبتنجانات او المكدوسات، صغير كبير وسط، هذا شيء زي ما قلت لكم اختياري. هلا بعد ما خلص كل الكمية انا شلت قشرتها وبردتها. ما شاء الله شايفين كلهم بيض، روسون، وكمان حيكون من قلبهم ابيض وكمان مستوي. وهلا رح نجهزه لحتى نملحه. هدول 10 كيلو مكدوس ما شاء الله. هلا رح نفتحها هيك مثل ما شايفين، شايفين ما شاء الله بيضة كلها. رح نفتحهم بسكين من النص، وحنجيب ملح صخري يكون خشن، وحنجيب مصفاية كمان، ونبلش نفتح بالسكينة من النص ونحط بقلبهم ملح بهالكمية هاي، وشوي هيك يعني ندهنها من برا، ما نكتر يعني هالكمية هاي. وهالملح الصخري طبعا ما بملح كتير. هلا الملح الصخري بنحطه تا يساعد بتنشيف المكدوس وينزل ميته. حنصفهم بهالشكل هاد بقلب سلة، وطبعا انا كملت الكمية كلها. هلا بجيب وعاء كبيرة اللي هي تشط، وبرفعها شوي بزبدية او بشي متوفر عندي، وبجيب المكدوس بعد ما خلصته كله وصفيته بمصفاية بهالشكل اللي شايفينه هاد، ترفعه عن الوعاء الأصلية اللي هي الطشت اللي تحت، ويتصفى المي من المصفاية المفتوحة من يعني من الجناب ومن تحت. بعدين بجيب وعاء خرقة أو شقفة تكون نظيفة، وبنحط على وش البتنجان. وبعدين أي وعاء عندكم تقيلة، طنجرة، حجرة، أو دبية مي، يعني المهم أي شيء تقيل. مثل ما شايفين مطربان عبيته مي وكبسته فيهم. هلا صارت تنزل المي، هلا مثل ما شايفين تنزل المي من المكدوس على الوعاء الأكبر منا من تحت، يعني يوم كامل هيك بنخليه، وإن شاء الله بنشوفه بعدين شو هيصير معنا. هلا للحشوة تبع المكدوس، طبعا نحن بنستخدم الفليفلة، بتكون باردة أو حامية، هذا شيء اختياري. أنا عاملتها حلوة بصراحة، بقى أنتوا فيكم تخلطوها. جايبة تقريبا أنا 6 كيلو من الفليفلة،
الحمراء حلوة، مغسلتهم وشايل البذر منهم. فلفلة قطعة بالنص، حطها بقلب محضرة الطعام وافرمها بالحجم اللي بدي اياه، وسط كبير. طبعا احنا انتوا بتتحكموا فيها. وفيكم كمان على مفرمة الكبة، هيدي اسرع من مفرمة الكبة وبتنجز لكم كمية بوقت قصير. هلا هيك صارت ممتازة معي لحشوة البتنجان بهذا يعني هيك هذه الفرمة الوسط هيك مناسبة لحشوة البتنجان أو المكدوس. خلصت كل الكمية معي، فرمتها للفليفلة. هلا بحط معلقتين ملح صخري أو 3 وبحركهم، لأنه الملح الصخري بيساعد إنه ينزل المي من الفليفلة وينشفها بواعة. هلا بجيب واعة أنا غميقة، وبحط زبدية، وبحط مصفاية هيدي أو المنخل، وبصير بدير كمية الفليفلة اللي طلعت عندي مشان تتصفى ميتها. هلا أنا رح دشرها ليلتين بالبراد، وكل شوي اسحب المي اللي بتنزل منها تا تجهز معي. بعد ليلتين أنا هيك طالعتها، نزلت المي كلها من الفليفلة، ويعني شايفينها شوي رطبة. ضروري تكون هيك رطبة مشان الجوز هلا يمتص باقي السوائل من الفليفلة، وطعمة الفليفلة تتجانس مع الجوز. هلا هيك كتير ممتازة، رح خليها على جنب. وبدي لكم أنا على مية الفليفلة اللي بتنزل لا تكبوها، هيدي رح نعمل منها صوص الدقوس تبع الكبسات أو المندي، أو بنعمل الصوص التباسو. ان شاء الله بنزلكم اياه فيديو تاني. مثل ما شايفين رح نفقد البتنجان اللي كبسناه او تقلنا عليه قبل بليله. شايفين هلا ما شاء الله هيك كتير ممتازين، المي السوائل والمي نزلت منهم، وهلا اسم الله جاهزين لنحشيهم. للحشوة كمان بدنا جوز تقريبا، يعني أنا حطيت 2.5 كيلو. طبعا هو اختياري، اللي بتحبوه انتوا بتحطوا الكمية اللي بتناسبكم. هو 2.5 كيلو أنا. مباشرة على محضرة الطعام، ما بننعمهم، رح يكونوا وسط معنا مثل ما شايفين. خلصت هلا هيك كلهم طحنتهم. رح اجيب الفليفلة اللي كبستها قبل بيوم، ورح اجيب الجوز اللي قطعته. شايفين محضرة الطعام ما بتنعمه، وسط بعطيكم اياه. ورح احط معلقتين ملح صخري طبعا حسب الرغبة، وتوم، راسين توم انا دقيتهم او فارمتهم ناعم عم حضرت الطعام كمان. وزيت زيتون بدنا نضيف كوب كامل من زيت الزيتون. هاي حشوة البتنجان او المكدوس. هلا هيك صارت جاهزة معي الحشوة. اسم الله الفليفلة دبغت على الجوز، فمو ظاهر كتير الجوز، ولكن هي مناسبة جدا. هلا بنصير بنفتح البتنجانة زي ما شايفين، وبنعبي الحشوة بالكمية اللي بتناسبكم. حبايبي هيدي طريقة الفليفلة كتير بتنجز لكم بسرعة. وزمان كنا نحطها بالشمس لتنشف وهيك، لا أنا حسيت هيدي الطريقة أحسن طريقة لننشف فيها الفليفلة، ونشتغل فيها بسرعة وأنظف كمان. بتنام بالبراد شغلة يومين وبتشتغلوا فيها بقى. هلا هيك أنا قدامكم عم بحشي المكدوس. شوفوا ما شاء الله ما أصغرن. هيدي كتير عندي كمية كتير أنا جايبة صغيرة. هيدي بستخدمها أنا مقبلات، أحيانا ننزلها جنب الأكل. والكبار بيبقوا أو الحجم الوسط منهم بخليهم لوجبة الفطور أو العشاء، اللي هي يعني بتكون وجبة أساسية. بنزل الكبار بقى أو الوسط. شايفين نحشيها ما بدها شي، وحجمها صغير وحلو. هاي اللي لسه اللي أصغر، صغير كبير ما بيأثر، كله بينحشى وكله بيصير مكدوس. ولكن كمنظر يعني بحبهم أنا كتير الصغار. ما شاء الله الحمد لله على النعمة. هيك حبايبي هلأ بكمل حشوة المكدوس كلها أو البتنجانات. هلا أنا زي ما قلت لكم أنا عم بعطيكم طريقة المكدوس، بس الحجم اللي بيناسبكم انتو فيكم تعملوا حبايبي. وكمان بهالفيديو كمان طريقة الفليفلة يا ريت تجربوها، هيك رح تاخدوا نتائج كتير حلوة. وكبيس فليفلة كتير بشهي. حنجيب مطربانات واللي حشيناه من المكدوس، طبعا مطربانات ازاز بلاستيك ما بتفرق. حنجيب المكدوس اللي حشيناه رح نصفه بقى بالمطربانات.
هيك لتخلص معي الكمية زي ما شايفين حبايب قلبي. صفيناهم. طبعا هيدي مو كل الكمية اللي سلقتها أو 10 كيلو من البتنجان. هي طلعت لي 4 من هدول، يعني أنا صورت معكم نص الكمية. هلا حنضيف زيت زيتون على المطربانات، نص المطربان زيت زيتون، والنص الثاني حنضيفه زيت أبيض. زيت أبيض، زيت دوار شمس، زيت ذرة المتوفر، إلا زيت القلي طبعا. حنضيفهم لأنه مشان ما يمرمر، إذا سويناه كله زيت زيتون يمكن تمرمر أو تتغير الطعمة. حنخليه بزيتاته ليلة كاملة هيك مشان ما يفور معنا أو نشوف نراقب زيته. وبعد ما تمضى الليلة الكاملة والزيت يكون مناسب وما فور معنا، حنضغطه ونسكره لمدة أسبوع تيستوي معنا. أقل طبعا شي تقديري، هاد انتو بتقدروه. وبعد أسبوع أنا طالعت منهم، وبهالشكل اللي شايفينه هاد صار جاهز معي. طبعا انتو حبايبي بتقدموه بالطريقة اللي بتحبوها. هذا المكدوس نحن بنعمله لوجبات الفطور أو وجبات العشاء. يعني كتير أكلة طيبة بجد. أكلة سورية قديمة، أكلة سورية شهية عن جد. بتذكرنا بالصباحيات كلها الشامية ولمات الفطور مع الحبايب. شايفين حبايبي بتقدموه بالشكل اللي بيناسبكم. هذا الحجم الوسط، طبعا باين على الكاميرا كبير ولكن هو بصراحة حجمه صغير. وهدول الحجم الأصغر بقدمهم يعني بالمقبلات. وهيدي الفليفلة اللي كبسناها ما شاء الله شكلها وريحتها بتجنن. وهيدا المكدوس كمان الحجم الصغير. وهي المطربان المكدوس عمل لي 4 ل10 كيلو، عملوا 4 من هيدا القياس. بركة والحمد لله. صحن المكدوس هذا كان وجبة أساسية على الفطور عند السوريين، أو كمان كنا نستخدمه على العشاء مع كاسة الشاي هيك دمعة تكون. ونسمي بالله أحلى فطور كان مع لمة الحبايب. حبايب قلبي، خلص الفيديو معكم لليوم. بتمنى يعجبكم. إن عجبكم لايك وشير وسبسكرايب ودعواتكم، وبشوفكم بوصفة جديدة. سلام.